السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبابنا الكرام، زي ما عودناكم نجيب لكم ما كل هو جديد، كل ما هو نادر. جبنا لكم قطعة من العقيق اليمني الجذعي. تمام، قطعة نادرة جدا أحبابنا الكرام، عمرها 71 مليون سنة. تمام أحبابنا الكرام، بنبين لكم فيها يعني كم تعرضت من الضغط ومن الغازات. بصوا أحبابنا الكرام الفتحات الداخلية ليها. تمام، فقاعات الغازات اهي. تمام، تنامط تضارب في الالوان يا احبابنا الكرام، يعني والله العظيم احبابنا الكرام تحفه. بصوا احنا لسه دلوقتي ايه هنوريكم جوهر الحجر. بصوا زي ما حضراتكم شايفين اهو الفقاعات الغازيه بتاعتها. تمام، وده هو الطبقه الشمعيه بتاعتها اهي. تمام احبابنا الكرام، تضارب في الالوان، حاجه يعني تحفه فوق الخيال. تمام احبابنا الكرام، عقيق الجذع اليمني. تمام، هو بيتكون معروف داخل الجيوب البركانية. تمام، داخل التجاويف البركانية، الجيود أو جيوب بقول عليها. تمام أحبابنا الكرام، بصوا زي ما حضراتكم شايفين أهو تضارب الألوان، أشكال هندسية متوازية. تمام، بصوا أحبابنا الكرام، بصوا الشكل هنا، الدوائر الحلزونية العنكبوتية أهي. بصوا أحبابنا الكرام، هنحاول نوريكم من اتجاه من الناحية التانية. تضارب في الألوان، والله العظيم يا أحبابنا الكرام يعني حاجة تحفة تحفة فوق الخيال. تمام، خليكم. بصوا أحبابنا الكرام، هي معروفة بتتكون من ثانوسيد السيليكا، بتتكون ببطء جدا جدا زي ما قلنا داخل الجيول البركانية. بصوا أحبابنا الكرام، بصوا في كل مكان. تمام، تشكيل هندسي رباني سبحان المبدع سبحانه وتعالى. بس أحبابنا الكرام، يعني أنت تخيل إنك ماسك قطعة عمرها 71 مليون سنة. بصوا تنامط الألوان، أنا معرفش إذا كان واضح لكم الألوان. بصوا الألوان البقري. تمام، بصوا ألوان فاتحة وألوان غامقة والخطوط السوداء. بصوا أحبابنا الكرام، شايفين الدوائر العنكبوتية أهي، وده هي الطبقة الشمعية بتاعته، وده مكان الحجر الجيري بتاعه. تمام أحبابنا الكرام أهو. بصوا أحبابنا الكرام، الطبقة الشمعية، ادي مكان الجيري اللي هو تكون الحجر الجيري، الزركون والحجر الجيري. بصوا أحبابنا الكرام، يعني سبحان المبدع. بصوا سبحان المبدع، يا ريت تكملوا الفيديو لحد الآخر. بصوا أحبابنا الكرام، بصوا الخطوط متوازية ازاي. الخطوط دي بتتكون مع ثاني أكسيد السيليكا، بيتكون معادن مثل المنجنيز. تمام، والحديد والكروم، بيعمل خطوط متوازية زي ما انتم شايفين كده اهو. بصوا من داخل الفواهة دي الفاتحة. بصوا أحبابنا الكرام، بصوا اللون ده أحبابنا الكرام، بصوا تضارب الألوان. بصوا هجيبها لكم من بعد برضو، شوفوا تضارب الألوان. بصوا أحبابنا الكرام، تمام. بصوا أحبابنا الكرام الدائرية. بصوا الحجر فيه تشكيلة رائعة جدا 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 جدا. أنا لو أقعد أشرح لحد الصبح مش هخلص بيها من جمال بتاعها يا أحبابنا الكرام. والله أحبابنا الكرام منطقة جميلة جدا جدا جدا. يعني عقيق الجذع معروف بيستخدم في المجوهرات، الجذع اللي هو بيبقى نادر. تمام أحبابنا الكرام، الأحجار الكريمة في يعني للأسف في نصب كتير فيها. يعني كذا حد يكلمني بالنسبة للفصوص، جاب فصوص وليها مش أصلية. تمام، يكتشف بعد ذلك إن هي مش أصلية. تمام أحبابنا الكرام، فأحبابنا بيكلمونا من كل مكان في العالم الحمد لله، فإحنا مش بنبخل على أي حد بالإجابة. تمام أحبابنا الكرام، حبايبنا من الأردن ومن السعودية ومن اليمن ومن كل مكان في العالم بيكلمونا بيتصلوا بينا. تمام، بنجاوب على كل الأسئلة، يعني ساعات ما بنردش يعني نظرا لضيق الوقت. تمام، بصوا أحبابنا الكرام، الطبقة الشمعية موجودة هي عليه من فوق. تمام، بصوا الشكل ده بيضاوي، القطعة دي بيضاوية.
الوزن بتاعها 3 كيلو 800. تمام. الصلابة بتاعتها 7 على مقياس موس. تمام اهو. بصوا التجزعات يا حبايبنا الكرام، بصوا اهو. هقرب لكم الكاميرا. كل مكان في شكل هندسي شكل. القطعة دي لما يعني تضارب الألوان بتاعتها كمان يعني حاجة أنا مش فاهم. التليفون والله موصل لكم الألوان ولا ما موصل. بصوا يعني تضارب الألوان والخطوط المتوازية، يعني سبحان الله وتعالى. برضو هنجيبها لكم في الضلمة نوري لكم الشفهية بتاعتها. بصوا أحبابنا الكرام، نقية جدا، خالية من الشوائب، مفيهاش أي شوائب. تمام أحبابنا الكرام، والله دي تحفة تحفة يعني تحفة. يعني خسارة إنها تثقل. ومعروف عن عقيق الجذع بيثقل ثقل يدوي. بيثقل عشان يبان الثمرة بتاعته، يبان الجوهر بتاعه، بيثقل ثقل يدوي. تمام أحبابنا الكرام أهو زي ما أنتم شايفين أهي. يعني قطعة نادرة إن هي بتلم كل الأنماط وكل الألوان وكل الأشكال الهندسية. تمام أحبابنا الكرام، عمرها 71 مليون سنة. معروفة إنها اللي هو ثاني أكسيد السيليكا. تمام. يعني بتنمو ببطء جدا، بطء شديد جدا في العقيق. فأحبابنا الكرام تخيل نفسك إنك ماسك قطعة كده عمرها 71 مليون سنة. سبحان الله الجمال الرباني كمان على الطبيعة. أحبابنا الكرام يعني إحنا مصور بتليفون. هذا هو مكان الغازات زي ما قلنا قبل كده أهو 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 أهو. تمام أحبابنا الكرام، بصوا بصوا الدوائر العنكبوتية أهي. بصوا البطري معانا أهو، الألوان حاجة فوق الخيال. أحبابنا الكرام برضه هنوريها لكم تحت الضوء، خليكم معايا. بصوا أحبابنا الكرام، هنوريكم الضوء بإيه بيخترق الطبقة الشمعية. بصوا بصوا أحبابنا الكرام، يبقى الضوء بتاعه أحمر. حقيقي الجذعي يبقى الضوء بتاعه أحمر. بصوا أحبابنا الكرام، يعني احنا بنحاول أهو. بصوا شايفين الحمار. بصوا يعني إن قطعة خام إن تظهر بالجودة دي. بصوا شايفين أحبابنا الكرام الحمار بتاع الحجر أهو. شايفين يظهر باللون الأحمر، ده يدل إن هو عقيق نقي جدا جدا جدا، خالي من الشوائب يا أحبابنا الكرام. تمام. احنا بس وجود الطبقة الشمعية عليه يعني هو إن يخترق الضوء، دي حاجة ممتازة جدا. تمام أحبابنا الكرام، هنحاول نوريكم برضو إيه. مش عارف دي هتشوفوها ولا مش هتشوفوها أحبابنا الكرام. خليكم معايا برضو نحاول نجيبه لكم من مكان تاني من زاوية تانية. مش عارف كده واضحة كده معاكم ولا إيه. تمام أحبابنا الكرام، خليكم معايا. بصوا أحبابنا الكرام قطعة برضو عشان نبين جوهر الحجر. قطعة من عقيق الجذعي اليمني. بصوا أحبابنا الكرام، وحاول يعني أي حد بيفتكر يشتري فص أو خاتم ميشتريش حاجة مستعملة. تمام. لأنك ما تعرفش اللي هو بحالك كان مستخدمها في إيه، كان عامل بيها إيه. تمام أحبابنا الكرام، وده الطبقة الشمعية والطبقة الجيرية. تمام أهو. بصوا التجزعات والأشكال والأنماط. بصوا تداخل الألوان. بصوا أحبابنا الكرام جمال الألوان. بصوا بصوا الدوائر العنكبوتية هي زي ما قلنا. احنا بنقول لكم تاني، بنوريكم برضو تحت تأثير الضوء. تمام تمام. بصوا أحبابنا الكرام، والله العظيم قطعة يعني فوق الخيال جدا. بصوا شايفين التجزعات ازاي والأشكال ازاي، سبحان الله تضارب الألوان. بصوا من الناحية التانية تضارب الألوان برضو. بصوا بصوا أحبابنا الكرام، وكل مكان. بصوا مكان هنا تصدعات وبعديها برضو تحتها الجذوع. بصوا والله القطعة دي يعني مستخسرين انها تثقل بما يرضي الله. هي تحفة تحفة، طاقة روحانية عالية جدا. بسم الله ما شاء الله. بصوا بصوا اهي الدوائر العنكبوتية دي يا احبابنا الكرام،
يعني من نادر جدا انك تلاقي حجر جذعي في هذه الدوائر العنكبوتية. بصوا، سبحان الخالق سبحانه وتعالى، سبحان المصمم وسبحان المبدع، سبحان الله وتعالى. شوفوا، سبحان الله وتعالى، سبحان المبدع، سبحان المبدع. تمام أحبابنا الكرام، يعني إن شاء الله انتظرونا الحلقة القادمة، هنجيب لكم حاجة من نوادر، مش هنقول ايه هي. إن شاء الله بإذن الله تابعونا، ومتنسوش الاشتراك في القناة، ودعمونا باللايكات والمشاركات، عشان إن شاء الله بإذن الله يصلكم كل جديد. تمام أحبابنا الكرام، ودمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.